اهلا بيكم في شغل نفسك. الفيديو اللي فات اتكلمنا باختصار عن ايه هو شغل نفسك والخدمات اللي بيقدمها. النهارده هنتكلم عن اول موضوع هيقدمه شغل نفسك لمتابعينه، وهو موضوع مهم لكل صاحب موقع او مدونة. هنتكلم عن ازاي هنقدر نجيب زوار للموقع او المدونة ويكونوا متفاعلين معانا. تعالوا نشوف. من اهم الحاجات اللي بيفكر فيها المدون او صاحب الموقع بعد ما يعمل مدونته او موقعه هي ازاي هيجيب الزوار لمدونته او موقعه ويكون الموقع او المدونة مشهورين. الموضوع بسيط بس محتاج لمجهود من المدون او صاحب الموقع، ودي اول خطوة في طريق اشهار مدونتك او موقعك وجلب الزوار ليها، انك تعمل مجهود. ازاي عايز تنجح من غير ما تعمل مجهود؟ بالبلدي كده اتعب علشان تلاقي. وفي 12 حاجة لازم تتوفر في مدونتك او موقعك عشان يكون من اصحاب الزوار. تعالوا نشوفهم مع بعض. رقم 1، الاهتمام بالشكل العام وتنسيق المدونة او الموقع، وتخلي الوانهم بسيطة عشان ما تزعجش الزائر، وتختار تصميم سهل التصفح عشان الزائر ما يملش لما يكون عايز يبحث عن موضوع في مدونتك او موقعك ويقدر يوصله بسهولة. رقم 2، الاهتمام بمحتوى مدونتك او موقعك وتخليه محتوى مميز يختلف عن باقي الموجود في المدونات والمواقع التانية، والتقليل جدا من نقل الموضوعات من المواقع والمدونات ووضعها في مدونتك، لان ده هيعدم ثقة جوجل في موقعك ويخليك تتأخر في نتائج البحث. من الاخر اعمل شخصية لمدونتك او موقعك. رقم 3، اضافة موضوعات متنوعة كتير في مدونتك قبل تسويقها وجذب الزوار ليها، عشان لو دخل الزائر لمدونتك ولقى موضوعات قليلة مش هيفكر في زيارتها مرة تانية. وكتر المواضيع وتنوعها يخلي الزائر مهتم بمدونتك وتكون من المواقع المفضلة ليه، ويكرر زيارته ليها ويصبح زائر وفي لمدونتك. رقم 4، إضافة مدونتك أو موقعك لمحركات البحث المختلفة، ومش جوجل بس، وفي برامج هتساعدك على ده زي برنامج IBB. رقم 5، إضافة مدونتك أو موقعك في دلائل الموجودة على الإنترنت، وده هيساعدك في انتشار المدونة أو الموقع، وتعتبر من أهم الطرق لجلب الزوار. رقم 6، إضافة لينك مدونتك في المنتديات اللي انت مشترك فيها، ومن الأفضل وضعه في التوقيع الخاص بيك بالمنتديات دي، بس خد بالك لازم تكون فعال على المنتديات ديت وتشارك دايما في المناقشات اللي بتدور فيها عشان ما يتاخدش عنك انطباع سيء، وبالتالي هيتاخد انطباع سيء عن موقعك أو مدونتك. رقم 7، اعمل صفحات أو حسابات لمدونتك على المواقع الاجتماعية زي الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وغيرها، وده هيساعدك كتير في نشر مدونتك ومواضيعك، بس لازم تربط الصفحات دي بمدونتك، ودي برضو خطوة مهمة جدا. رقم 8، اعمل قناة على اليوتيوب لمدونتك أو موقعك، وضيف فيديوهات تخص مجال مدونتك أو موقعك، واربط القناة بالمدونة والموقع. رقم 9، اعمل خريطة لمدونتك أو موقعك سايت ماب، وإضافتها إلى أدوات مشرفي المواقع في حسابك في جوجل. ده هيسهل جدا في أرشفة صفحات موقعك ويظهرك في نتائج البحث. رقم 10، اعمل ميتا تاج لمدونتك والموضوعات اللي فيها، ده هيساعدك كتير جدا في ظهورك
في النتائج الأولى بمحركات البحث. رقم 11، ضيف خدمات في مدونتك ومسابقات للزائرين زي لينكات لمواقع خدمات ومواقع حكومية مثلا، ألعاب وغيرها من الحاجات اللي تجذب الزوار. أخيرا رقم 12، لازم تتابع التدوين ما تملش منه ويكون بشكل مستمر عشان يكون في جديد دايما بمدونتك يخلي الزائر دايما من متابعينك. ولازم تتفاعل مع الزائرين والرد على تعليقاتهم في المدونة وكمان في الصفحات على المواقع الاجتماعية. في النهاية أحب أوضح حاجة مهمة جدا، في طرق تانية بس مش مجانية، دي طرق مدفوعة زي الإعلانات المدفوعة بالفيسبوك، وكمان الإعلانات المدفوعة في جوجل أدوردز، والإعلانات في مواقع تانية اللي هي المواقع الخاصة. وفي رأيي الشخصي إنك لو عملت ال 12 خطوة اللي فاتوا مش هتحتاج لأي إعلانات مدفوعة، بس هتحتاج لمجهود عشان تلاقي نتيجة بعد فترة، وكل ما اديت مجهود كل ما قلت فترة ظهور النتيجة. بس لو عايز نتيجة سريعة أنصحك بالإعلانات المدفوعة. لو عندك أي استفسار أو محتاج أي معلومة خاصة بالمجال بتاعنا تقدر تراسلنا وتتابعنا على صفحاتنا سكايبي شغل _نفسك، إيميل شغل نفسك @gmail.com، موقعنا www.شغلنفسك.com، صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/شغلنفسك، صفحتنا على تويتر twitter.com/شغلنفسك، قناتنا على اليوتيوب youtube.com/user/شغلنفسك، وصفحتنا على جوجل plus.google.com/شغلنفسك. نتمنى نكون عند حسن ظنك بينا، ويا ريت تساعدنا في نشر الموقع وصفحاته لمساعدة غيرك يمكن يستفاد من الموقع ويحقق ولو جزء بسيط من حلمه. وما تنساش تعمل شير للفيديو دوت. ما تنساش شغل نفسك.